السلام عليكم أصدقائي. اليوم غادي نهضروا على المغرب، وغادي نبينوا الحضارة العريقة اللي دازت منه اللي باقا كاينة حتى لدابا. يلا وجدوا لي شي كاس ديال القهوة ويلا نمضوا على بركة الله. في المغرب حكموا عدة سلالات وإمبراطوريات، وكان هاد الشي في عدة قرون. أول حقبة كانت هي حقبة ديال الأدارسة، وهي كانت أولى ديال السلالات الملكية اللي حكمت المغرب، وكيعود الأصل ديالها إلى الأمير العربي منتسب للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي جا لاجئ بمنطقة أطلس المتوسط وبايعوه الأمازيغ في سنة 1783 تحت اسم ديال إدريس الأول. من بعد الوفاة ديالو أسس الابن ديالو اللي هو إدريس الثاني أول سلالة ملكية في المغرب، وكانت العاصمة ديالها هي فاس. هاد السلالة ديال الأدارسة كيرجع ليهم الفضل في تشييد جامع القرويين ومسجد الأندلسيين بفاس، وضريح إدريس الأول في زرهون وإدريس الثاني بفاس، بالإضافة المسجد العتيق بمدينة تينس في الجزائر. المرحلة الثانية هي مرحلة المرابطون اللي كانت ما بين 1069 و 1147. المرابطون هما سلالة أمازيغية كيعود الأصل ديالها إلى مجموعة من الرحل الصحراويين. فرضوا السيطرة ديالهم على إمبراطورية عظيمة امتدت من الحدود الشرقية للمغرب الكبير إلى الأندلس، وهذا الشيء خلال قرن من الزمان. وقاموا على امتداد الربوع بتوحيد الإمبراطورية ديالهم باعتماد على الإسلام كأساس. المرابطون أسسوا مدينة مراكش، وكانت هي ثاني الحواضر إمبراطورية في المغرب بعد مدينة فاس بطبيعة الحال. وكيعود تاريخ ديال العديد من الصروح إلى هذه الحقبة من تاريخ المغرب، مثلا كالجامع الكبير بتلمسان، وضريح ملك إشبيلية المعتمد بن عباد في أغماد اللي جاء على 30 كيلومتر من مراكش بسفن أطلس كبير، بالإضافة إلى القبة المرابطية في مراكش. في المرحلة الثالثة حكموها الموحدون ما بين سنة 1147 و 1248. تأسست الحركة الموحدية في الأطلس الكبير على يد ابن تومرت اللي كان كيدعو للعودة للإسلام، وكان كيعارض المذهب المالكي اللي كان كيتبعوه المرابطون. الموحدون قضوا على المرابطون وحكموا الإمبراطورية المغربية بما فيها شمال إفريقيا وإسبانيا المسلمة لمدة قرن، وجعلوا من الرباط مدينة الإمبراطورية ديالهم، وخلاو آثار مهم في تاريخ المنطقة من خلال ثقافة رائعة اللي طوروها، حيث أنهم خلاو كنوز معمارية في كل من المغرب. مثلا مسجد تينمل اللي كيبعد 100 كيلومتر عن مراكش، المصنف من قبل منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي، والشهيرة صومعة حسان في الرباط، وبطبيعة الحال كتبية في مراكش. وفي دولة إسبانيا خلفوا برج الذهب في إشبيلية اللي اليوم أصبح المتحف البحري، عاد باش الخيرالدة في إشبيلية. الإمبراطورية اللي جات من وراء الموحدون هي الإمبراطورية المارينية اللي جات ما بين 1248 و 1548. المارينيون خلاو عدد هائل من المعالم التاريخية في المغرب، وكنلقاو الأغلبية ديالها في العاصمة ديالهم فاس، وفي عدة مدن أخرى مثل مقبرة ديال شارلة في الرباط ومسجد المنصورة في تلمسان بالجزائر. العصر ديال الماريين تعرف بتشييد المدارس بأعداد كبيرة. الحقبة ديالهم كان العلم حاجة مهمة، وهذا الشيء خلى المغرب البلد الإسلامي الأكثر عددا من حيث المدارس. كنذكر على سبيل المثال مدرسة السفارين بفاس، واللي كتسمى أيضا بمدرسة النحاسين، وكاينة مدرسة البوعنانية بمكناس ومدرسة طالعة بسلا. الإمبراطورية اللي غتجي من ورا المارينيون هي الإمبراطورية ديال السعديون اللي كانت ما بين 1548 و 1660. السعديون ومجموعة من البربر اللي كانوا جايين من واد نهر درعا، اللي كانوا مستائين من الهجمات المسيحية، ثاروا ضد المارينيين وطردوهم من السلطة، وقاموا سلالة خاصة ديالهم وقاتلوا ضد البرتغاليين، واستولوا بعد ذلك على أكادير. وقعت المعركة النهائية ضد البرتغاليين يوم 4 غشت 1578 بالقرب من القصر الكبير، وهذه المعركة راه كانت كتسمى معركة الملوك الثلاث. والنتائج ولا ما بين النتائج ديالها أن البرتغال تم الضم ديالها من قبل إسبانيا من بعد سنتين. السعديون خلاو آثار رائعة في مراكش، نذكروا منها المقبرة الشهيرة ديال الملوك وهي مقابر السعديين. في المرحلة الأخيرة
اللي بدات من 1660 وما زال حتى لدابا، واللي هي مرحلة العلويون. العلويون استمدوا التسمية ديالهم من علي، سير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من الحجاز واستقروا بواحد تفيلات، وأصبحوا من سلاطين المغرب بعد فترة من عدم استقرار بعد وفاة آخر سلطان من سلالة السعديين سنة 1659. كان مولاي رشيد ثالث أمير علوي بتفيلات، وهو اللي أعاد توحيد البلاد بين سنتين 1664 و 1669، وعاوتاني أعاد تأسيس سلطة مركزية اللي مثلت بداية سلالة العلويين في المغرب. نقل مولاي إسماعيل العاصمة ديالو لمكناس على بعد 60 كيلومتر من فاس، وصد العديد من الهجمات الأوروبية أثناء قتال ديالو ضد القبائل البربرية المتمردة في الجبال. مكناس كتعتبر أول إنجاز عظيم للسلالة، وهي مدينة تشيدت على الطراز الإسباني المغربي، وحيطت بأسوار عالية مثقوبة بأبواب ضخمة، وهي كتعكس بشكل خاص الانسجام بين الأنماط الإسلامية والأوروبية. نقدر نعتبروا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي منذ الاستقلال، تغير اللقب ديال الحاكم من سلطان إلى ملك، وكان محمد الخامس أول كان عنده هذا اللقب. وبتاريخ 26 فبراير 1961 خلفوا ابن ديالو الحسن الثاني حتى الوفاة ديالو بتاريخ 23 يوليوز 1999. واليوم أصبح الملك محمد السادس هو العاهل الثالث والعشرين من الأسرة العلوية، وثالث ملوك المغرب اللي غادي يخلفوا إن شاء الله ولي العهد الحالي مولاي الحسن. كانت هذه نبذة على تاريخ المغرب والحضارة المغربية من خلال مراحل الإمبراطوريات اللي دازوا منه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش عليه بالتعاليق ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. خليت لكم السلام.